أهلا بكم مشاهدينا الكرام. الأمطار تتساقط، الأجواء جميلة جدا هنا في الأنفيلد حيث تقام هذه المباراة. من كابينة التعليق سأتواجد معكم أنا فارس عوض، واليوم نحن على موعد مع مباراة ضمن مباريات بطولة الدوري الإنجليزي. فريق ليفربول يواجه مانشستر سيتي. أتمنى بأن تكون المباراة على قدر الحدث، وأن تلبي كل الرغبات، وأن تكون بقيمة ومكانة الفريقين. Number 6, Thiago, and number 11, Mohamed Salah. نبدأ تشكيلة ليفربول الواضحة على الشاشة. أليسون بيكر في حراسة المرمى، فيرجيل فان دايك سيلعب بجوار ماتيب في خط الدفاع، تياغو الكانتارا سيبدأ مع فابينو. تشكيلة مانشستر سيتي في مباراة اليوم شاهد الآن على الشاشة. في المرمى راح يتواجد إيدرسون، لابورت سيلعب إلى جانب روبن دياز في الخط الخلفي، غوندوغان سيبدأ مع دي بروين في الوسط، وفي الهجوم سيتواجد هالاند. السيتيزنز أصبح وجهة أبرز اللاعبين في الفترة الأخيرة، خاصة بعد شراء مجموعة أبو ظبي للنادي في 2008 واستثمار أموال كثيرة داخل النادي ليصبح حقيقة واحد من أغنى الأندية في العالم. ليفربول يبدأ اللقاء. الحكم حاول يعطيهم إتاحة الفرصة لكنه يعود لاحتساب الخطأ. انذار شفوي في هذه المرة، قد يتحول إلى كرت أصفر إذا ما تكرر مرة أخرى. فابينيو، الكرة مع فابينيو، استخلاص ممتاز. اتكلم شوي عن تأثير وجود اللاعب محمد صلاح في لقاء اليوم. لديه مهارة كبيرة في إنهاء الهجمات، يتواجد في المكان الصح دائما. هالاند الحارس في مكان جيد وينجح في إيقاف هذه الكرة. بيلعب الكرة في منتصف ال 18. انظر إلى الاعتراض الناجح. غوندوغان خطأ في مكان خطير. يتمكن هنا حارس المرمى من التصدي للكرة السهلة من ضربة ثابتة. إيلوت وصلت إلى تياغو، تصل إلى محمد صلاح، فرصة لهدف التقدم. مستحيل، كرة في المرمى، هدف مبكر يشعل اللقاء. نشوف الهدف من جديد، كرة بينية ضربت خط الدفاع، لكن المميز في الهدف كيفية التعامل مع ضغط الخصم قبل لعب الكرة في الشباك. أظهر قوة كبيرة في اللقطة.
يستأنف اللقاء مشاهدينا على تأخر السيتي في النتيجة، فهل ينجح في العودة في هذا اللقاء؟ ممتاز في التقدم، في اكتساب أرض في داخل مناطق المنافس. الكرة بتضيع من بو صلاح. دي بروين يحصل على المساندة في هذه اللحظات. جوندوغان، ردة فعل كبيرة من أليسون. تلعب الكرة قريبة. كيفن دي بروين ملعوبة إلى مو صلاح. أوه خطيرة جدا، رأسية في الهواء، يضع الكرة في الشباك، هو في الجو، ياكل الجو ياكل الجو. نشوف لقطة الهدف، لعب لك كرة عرضية ولا أروع، ومن ثم يأتي الإنهاء الرائع في المرمى برأسية جميلة متقنة تحرك الشباك. هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. ووكر ولا مع هالاند، المساحة أمامه في هذه اللحظات. هدف تقليص الفارق، الفريق يقترب من العودة. هدف واحد كل ما يحتاجونه في قادم الأوقات. الآن مع إعادة الهدف، التبادل الجميل للكرة في البداية، لكن إنهاء الكرة في المرمى شيء آخر. تعامل مميز مع ضغط الخصم، ومن ثم تسديدة المميزة في الشباك. تنطلق المباراة مرة أخرى، النتيجة هدفين لهدف. جويل ماتيب الكرة مع فابينيو. صلاح في انطلاقة ممتازة، يا سلام يا ابو صلاح. تلعب عرضية لعمق المنطقة، ضاعت العرضية، راحت للفريق الخصم. كيفن دي بروين، وصلت الكرة إلى ووكر، رؤية في منتهى الروعة. جوندوغان، هالاند، يا الله، كرة ترتطم، الكرة تخرج إلى خارج المرمى. المرمى لا يخون حارسه في هذه اللحظة. شوف اللعبة، شوف منع الكرة من الشباك. استحواذ ليفربول لم يكن كبيرا في هذا اللقاء، هذا لا يهم بالتأكيد. طالما النتيجة في صالحك، المدرب حقيقة يلعب ويلجأ لهذا الأسلوب في هذه المباراة، وهذا ما يناسبه. واضح بأن قرأ خصمه بشكل ممتاز، ترك لهم الاستحواذ والسيطرة، واستغل بعد ذلك المساحات ويلعب على المرتدات. يستمر النهج المتبع في ترك الاستحواذ للمنافس طالما يمكن للفريق امتصاص هذا الضغط. تصويبة قوية، اوهو، تصدي ممتاز. تنفيذ الضربة الركنية في وسط منطقة الجزاء. ضغط جيد واستعادة للكرة في مناطق متقدمة. ركلة ركنية جديدة.
ضربة ركنية تلعب بشكل قصير في اللقطة الماضية. كوندوغان، فرصة تعديل النتيجة. ينجح الضغط العالي في استعادة الكرة. كوندوغان، اوه، على تصدي خيالي من أليسون من هذه المسافة، تعني هدف 100%، لكن تألق أليسون في ابعاد الكرة. بيرفعها في وسط ال18، لكن بتروح الكرة. كوندوغان، فرصة الهدف. أراد أن يحرك الشباك مرة أخرى، لكن الحارس هذه المرة كان في الموعد. ركنية ينفذها فودن. ثقة كبيرة من الحارس في التعامل مع الكرة. ترينت ألكسندر أرنولد. صلاح يفقد الاستحواذ. كايل ووكر، ملعوبة الكرة إلى رودري. كرة بتضرب الخط الخلفي. نهاية الشوط الأول مشاهدينا من المباراة في ملعب أنفيلد. ليفربول يبدأ. ينطلق الشوط الثاني هنا. مانشستر سيتي متأخر في النتيجة، فهل ينجح في العودة وإدراك التعادل؟ تدخل واللاعب يفقد الكرة. إيلوت، ألكسندر أرنولد. كرة تذهب للمنافس بدون معاناة بعد تمريرة سيئة. ممكن محاولة مرتدة خاطفة الآن. محاولة جيدة. كرة لم تكن صعبة، التصدي كان في الموعد، ارتماء ناجحة. يرسلها قصيرة في اللقطة الماضية. ألام مع فودن. كرة للتعادل في هذه اللحظات. يعودون في النتيجة من بعد التأخر بهدفين، وبعد أن ظن الجميع بأنها انتهت في هذا اللقاء. نشوف الهدف من بدايته. شوف كيف تجاوز المدافع بشكل سليم، ثم تدخل الكرة في الزاوية الضيقة. كرة كان من السهل التصدي لها. درس كبير في كرة القدم، عودة في النتيجة في الوقت اللي اعتقد فيه الجميع أن المباراة انتهت. الآن سنشاهد كيف ستنتهي هذه المباراة العجيبة. جاك جريليش. هجوم من مانشستر سيتي. كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. مستحيل التصدي من أليسون. كرة من هذا المكان، ردة فعل غير عادية من هذا البرازيلي. يفضل أن يرسل كرة قصيرة. كوندوغان. أليسون يتصدى، لكن ما زالت خطيرة. صافرة تأتي تعلن عن وجود تسلل. تياغو الكانتارا. بتروح عند تياغو، بيعدي فيها من المدافع. لمحة فنية، لقطة من لقطات المباراة. والراية مرفوعة وتسلل موجود هنا. ركنية لم تسفر عن أي شيء.
إلكاي غوندوغان. الآن عند رودري، اعتراض ناجح هنا لهذه اللقطة، فرصة متاحة. أوه، على تصدي خيالي من أليسون من هذه المسافة، تعني هدف 100%، لكن تألق أليسون في إبعاد الكرة. Riyad Mahrez. والتغيير هنا في صفوف ليفربول. ضربة الزاوية بتلعب أرضية. رمي التماس بعد تدخل واحتكاك. والآن مع هالاند، الحكم مشاهدينا يحتسب تسلل في كرة مثيرة للجدل. محمد صلاح، بنية جميلة من بو صلاح. هجمة مستمرة مشاهدينا بعد إبعاد سيء. فرصة كانت خطيرة لكن النهاية ما كانت مثالية، وبالتالي الكرة تذهب سهلة إلى حارس المرمى. في اللقطة الماضية سيكون متحسر ومحبط بعد ضياع هذه الفرصة. مان سيتي يهاجم، بيمر فيها بيعديه. الراية هنا تعلن عن وجود تسلل، كان يجب التحرك بشكل أفضل في الملعب. التمركز الصحيح مفتاح تسجيل الأهداف. ملعوبة إلى مو صلاح. فيرمينو في وسط المنطقة. الخطورة قائمة بعد فشل في الإبعاد. والآن يكتب للفرصة النهاية. ممكن نقل الكرة والبحث عن هجمة مرتدة. كرة مرتدة خطيرة مشاهدينا في ظل وجود ضعف في التغطية من الدفاع. ما زال يبحث عن المساحة. انطلق بشكل مبكر، وقع في التسلل. كرة كانت من الممكن أن تشكل خطورة. الكرة بتضيع من لاعبي ليفربول. الآن تأتي المساندة، لكن لم تستغل ولم تكتمل وانتهت الفرصة. الله على التمريرة من فيرمينو، لكن اللعبة لم تحقق أي تأثير يذكر. 8 دقائق تدخل سيء ممكن يكون فيها بطاقة صفراء. كارت أصفر في وجه لاعب ليفربول. عليه بأن يكون أكثر حذرا في التدخلات القادمة ليتجنب الكرت الأحمر. Substitution for مانشستر سيتي يستعين الآن بدكة الاحتياط. Ilkay Gundogan coming onto the pitch. Number 20, Bernardo Silva. نقلات جميلة من مانشستر سيتي، ممكن نشاهد فيها هدف في هذه الهجمة. أوه، حققوها، اكتملت العودة، قلبوا الطاولة. أي جرينتا، من كان يتوقع كل هذا من بعيد، لكنهم عادوا من بعيد من بعيد. Goal for Manchester يا لها City. من دراما هنا في اللحظات الأخيرة. أعتقد الأمور حسمت في هذه الأوقات.
محاولة بناء هجمة في هذا التوقيت، قد تكون الفرصة الأخيرة للتعادل. 3 دقائق تفصلنا عن صخرة النهاية. كيفن دي بروينه، تدخل وإبعاد للكرة. دي بروين، دي بروين يفقد الكرة، ضيع على فريق الفرصة. بتدخل شرعي يستعيد اللقطة في المناطق الخلفية. تقدم للأمام من دي بروينه، كرة هدف في هذا التوقيت. لاعب لا يتوقف ولا يرحم ولا يكتفي ولا يعرف سوى التسجيل. اليوم ينفجر ويسجل الهاتريك. إعادة للهدف والكرة العرضية اللي أرسلت من دي بروين. المهمة كانت سهلة أمام هالاند اللي وجد الكرة على نهاية المواجهة. ليفربول يسقط ويخسر اليوم.